التاريخ صنع الفكرة لكن وقفت لصعوبتها، والمنظار الجراحي رجعها للحياة. سنة 1960 الجراح البريطاني لوشيس هيل نشر عمليته لعلاج الحموضة وارتجاع المريء، وهي هيل ريبير أو هيل أوبريشن. كان فكرته إعادة صمام أسفل المريء وإعادة بناء زاوية هيس أو أنجل أوف هيس بعد ما بيعمل إصلاح وتقوية للألياف العضلية حوالين المريء، وكانت واحدة من العمليات القوية لعلاج الحموضة وارتجاع المريء في وقتها. ولكن للأسف لأن العملية كانت بتتعمل جراحيا، واجه الجراحين في وقتها صعوبة في إجراء العملية، لأن كان ممكن ينتج معاها صعوبة في البلع أثناء إصلاح وإعادة بناء الصمام أسفل المريء. توقفت العملية لفترة طويلة بسبب صعوبة إجراء العملية، واستمرت الأبحاث الجراحية لإيجاد وابتكار إجراء جراحي لعلاج الحموضة وارتجاع المريء، وظهر عمليات زي النيسن فاندوبلايكيشن وعمليات توبيه أو الدور فاندوبلايكيشن، وهي عمليات اعتمدت بالأساس على إصلاح فتق الحجاب الحاجز وعمل صمام جديد أسفل المريء عن طريق راب أو نلف جزء من المعدة حوالين المريء. وفي 2014 الجراح الأمريكي رونالد جي روزنسال نشر أول بحث عن عملية النيسن سليف أو عملية تكميم المعدة مع عمل صمام أسفل المريء بقبة المعدة. نشر أول بحث في مجلة Surgery of Obesity Related Disease أو مجلة SORAD. والحقيقة أن عملية النيسن سليف كانت عملية رائعة وجيدة جدا جدا في إنقاص الوزن الزايد وعلاج الحموضة وارتجاع المريء، ولكن كان ليها بعض المشاكل زي البيشنت سيلكشن، غير مناسبة للأوزان الكبيرة. لو معدل كتلة الجسم كبير فوق 50 أو 55 غير مناسبة عملية النيسن سليف. وقام الجراح البرازيلي سيرجيو سانتورو بإعادة بناء أو إحياء فكرة الهيل ريبير بعمل عملية الكارديوبلايكيشن ويز سليف أو الكارديو سليف. نفس خطوات عملية الهيل ريبير بإعادة بناء الحاجز المضاد للارتجاع وعمل صمام جديد أسفل المريء، لأن العملية أصبحت سهلة وبسيطة جدا بالمنظار الجراحي. مدرسة الكارديوبلايكيشن بتمثل إعادة ذكية لفكرة قديمة، فكرة مبنية على فهم دقيق وأعمق لبناء الحاجز المضاد للارتجاع.